رسميا نيكولاس ويليامز الى برشلونه، وقريب جدا هنسمع الهير ويجو. اللي بيحصل واللي بيتقال دلوقتي حاجه في قمه المتعه لاي مشجع برشلوني، فعايزك تفرح جدا يا مشجع يا برشلوني انك داخل على موسم هيبقى فيه حب جميل كده للنادي وللعيبه. عقد ويليامز اللي متفق عليه دلوقتي حالا من برشلونه هو عقد لمده 6 سنين ب 8 مليون في السنه. الحاجه اللي بقول لك عليها اللي المفروض تخليك تفرح ان اللاعب ده رفض بايرن ميونخ، ومش بس رفضهم، ده رفضهم مرتين. ان المفروض حسب صحفيين من ماركا ان اللي كان معطل ويليامز هو ان برشلونه هيقدر يسجله ولا لا. ان الحاجه الوحيده اللي كان هو قلقان منها ان يحصل ويتكرر معاه نفس القصه بتاعه اولو. لكن معنى ان اللاعب وافق دلوقتي وان هم ابتدوا يتفقوا على كل البنود اللي موجوده في العقد، واضح ان هم وصلوا لاتفاق وعرفوا ازاي يقدروا يسجلوه. برشلونه دلوقتي عمل الخطوه الاصعب، وهو ان يجيب خوان جارسيا ويجيب ويليامز. قدامه الخطوه الاسهل اللي المفروض تتعمل دلوقتي، بس مش عارف هتبقى سهله ولا صعبه على برشلونه، وهو ان هو يقدر يسجل اللعيبه فاتي، باو فيكتور، بينا، شتيجن وروميرو وكريستنسن. الست لعيبه دول هيتشطبوا خالص من برشلونه عشان يقدروا يسجلوا نفس الاثنين لعيبه الصفقتين الجداد. اللعيبه اللي انا لسه قايل لك على اساميها كلها هتودع برشلونه الصيف ده عشان يرحبوا بويليامز وخوان جارسيا. ما تنساش تعمل لي فولو، وفايتك كتير، ومبروك لكل اخواتي مشجعين برشلونه.